السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد وصفة جديدة. كنتمنى ان هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الخبزة المراكشية العجيبة اللي شباهية، كتجي لذيذة بزاف وهي اللي تصلح في هاد الحرارة. وغادي نشارك معكم حتى طريقتي في المايونيز بلا بيض خضر اللي كتجي حتى هي لذيذة، فخليكم معايا باش تشوفوا الوصفة والطريقة ديال التحضير. وما تنساونيش من لايكاتكم والبارطاج للفيديو. ونبداو على بركة الله في تحضير الوصفة. اول حاجة غادي نبدا بها هي تحضير المايونيز بلا بيض خضر. فاول حاجه عندي حبه ديال البيض المسلوق، كنقيها بحال هكا وكنديرها في الخلاط الكهربائي. انا في الاصل المايونيز كنخدمها بالبيض الخضر، صراحه كتجي زوينه، وهاد المره قلت نجربها بالبيض المسلوق بحال هكا. الساندويتشات حتى هي كتجي زوينه. عندي هنايا حبه ديال البيض المسلوق، كنزيد معها ربع كاس ديال الزيت النباتيه اولا الزيت البلدي عفوا. زدت شويه ديال الخل، شويه ديال الملحه، زدت هنايا شويه ديال الابزار، وكنزيدو ربع كاس ديال الماء عادي، وكنطحنوا هاد المكونات. بالنسبه لهاد المايونيز هي زوينه بحال هكذا، بحال لي ساندويتش اللي اصلا كنديروا فيهم البيض المسلوق. اما بحال هكايا السلطات فكيجي المذاق اولا الريحه ديال البيض المسلوق مجهده، ماشي بحال البيض الخضر. المهم هذا هو الفرق بيناتهم. هذا الشيء هو اللي ما عجبنيش فيها، ان الريحه ديال البيض المسلوق كتجي مجهده بزاف. صافي هنا خلطت مزيان هاد المكونات، ولكن واحد الحاجه ما كتهزش بزاف في الزيت. يعني الا جينا نشوفوا راه كتجي شويه صحيه مقارنه بالبيض ديال البيض الني. صافي هنايا كنديرها في واحد الاناء وكندوز باش كنوجد. غادي نوريها لكم عن قرب باش كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. راه كتجي كريميه. تقدروا انكم تزيدوا معها حتى واحد شويه ديال الثومه وواحد شويه ديال المعدنوس، هكذا يقدر ديك الريحه او داك الجهد ديال البيض المسلوق كيتنقص واحد شويه. غادي نديرها انايا في هذه القريعه باش هكا كتعاوني فاش كنبغي نصاوب بها، باش غادي نبغي نصاوب بها الخبزه العجيبه ديالنا. عندي هنايا الكاشير حكيتو هكا في الحكاكه الغليظه. عندي حبه ديال البطاطا مسلوقه اللي خليتها حتى بردات، وحتى هي كنحكها بحال هكذا في الحكاكه الغليظه. وكندوز باش كنبدا نوجد. عندي الروز مسلوق. المهم هنايا المكونات غادي نصاوب الخبزه، وفي نفس الوقت غنقول لكم المكونات اللي كنديروا هنايا في الخبزه. المهم كتجيبوا كاين خبز مراكشي اللي كيكون خاص هاد الساندويتش. انا عندي خبزه ديال السميده هي اللي خدمت بها. كتجيبوها كتقطعها بهذه الطريقه. الا كانت فيها اللبابه كتنقصوها. كنجيب حبه ديال الفرماج وكنزيد معاها الهريسه. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هكا الحار كتزيدوا الهريسه اولا الصلصه الحاره. وكنقاد مزيان، كندهنها مزيان بهاد الحبه ديال الفرماج وبهاد الهريسه. من بعد هنايا غادي نزيد ديك البطاطا اللي سلقناها وحكينا في الحكاكه الغليظه. كنحاول نقادها بحال هكا، كندير فيها طبقه ديال البطاطا مسلوقه مع الماء والملحه. كنزيد هنايا بيضه مسلوقه ومحكوكه حتى هي كنزيدها. كنحاول نقادها حتى هي باش كتجينا مقاده، كتجي الخبزه كلها مقاده. كنزيد هنايا الروز اللي سلقته في الماء مع الملحه وشويه ديال الزيت. وهنايا غادي نزيد طبقه ديال المايونيز باش هكا كيجينا داك الروز ما كيبقاش يتفرتت بحال هكا. كنزيد هكا طبقه د المايونيز وكنحاول انني نقادو هكايا مزيان، وكندخل ديك المايونيز مع داك الروز وداك البيض اللي مسلوق. من بعد هنايا غادي نزيد الثوم اللي بطبيعه الحال صفيناه هكذا من الزيت. وكنزيد هنايا الكاشير. هو مكون رئيسي في هذه الخبزه ولكن ماشي ضروري. فبالنسبه للناس اللي بحالي ما كيستعملوهش وما كياكلوش ماشي ضروري نهائيا انكم ديروه، ولكن هو مكون رئيسي يعني كيزيدوا معاه بحال هكا الكاشير.
صافي هنايا وكنعاود نزيد المايونيز ديالنا، كتبقى اخيره ديال لي صوص، وتقدروا تزيدوا بحال هكا الكيتشوب، تقدروا تزيدوا اي صوص كتعجبكم. صافي كتقدموها، كتجي فعلا شباعيه، كتجي لذيذه وكتصلح في هذا الصيف. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج للفيديو، وبقى ليا غير نقول لكم بالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.